السلام عليكم، اهلا يوتيوب. فيديو جديد تاني. هنكمل فيه الجراس ريندرينج. ماشي. الفيديو ده هتكلم فيه عن الطريقة الجديدة اللي بتستخدمها التريبل اي جيمز النهاردة، وهي البروسيدورال جنريشن للجراس. اولا هم ما بيستخدموش صور، هم بيستخدموا مش يعني 3 دي موديل بتتكون من فيرتيسيز او مثلثات بقى زي ما انت شايف كده. المفروض ان احنا عايزين نعمل ال 3 دي موديل ده، احنا اللي هنعمله، مش هنعمله مثلا على بلندر او مايا، هنعمله اصلا يدوي كده. ماشي. بعد كده نبدأ ان احنا نتني ال 3 دي موديل، نعمله كيرف بالشكل ده. فقبل بقى ما نتكلم على ال 3 دي موديل، لازم اصلا نعرف ازاي احنا بنعمل كيرفات في الجيمز. طيب، فالفيديو ده تقدر تعتبره جزء من الجيم ماس، يعني لو انت عايز تتعلم جيم ماس فده جيم ماس يعني. طيب، هنيجي هنا نقول مثلا، هنيجي هنا نعمل سفير، كورة زي ما انت شايف كده. ونسميها النقطة A. ماشي. طبعا أنا عايز 2D مش عايز 3D، فخلينا 2D هنا كده ونحركها هنا مثلا. المشكلة إن الكاميرا بتاعتي 3D، فخلينا مثلا أولا سوليد كولر، أنا مش عايز أشوف حاجة كده. أسود أسود. مم، أورثوجرافيك كده 2D مش 3D. ماشي. مش هتقدر تشوف البعد يعني. طيب، ده كده الكورة رقم A. شيل بقى الكولايدر. تعالى هنا على اسيتس، كليك يمين واعمل هنا ماتيريال ام. ونسميها ريد مثلا. تمام. اديها لون احمر وحطها هنا على البوينت ايه، فهيبقى لونها احمر. يا سلام. طبعا فيها لمعة كده، لمعة الإضاءة، خلي السموثنس بزيرو، هتبقى زي ما انت شايف كده. طيب جميل. دي النقطة ايه، هنعملها دبليكيت كنترول دي ونسحب هنا كده، فدي كده النقطة رقم بي. طيب، بي عايزين بقى النقطة رقم سي. النقطة رقم سي بقى عايزينها تتحرك من A ل B. ماشي. فاحنا هناخد النقطة رقم سي دي كده مثلا، ممكن نخلي لونها أخضر شوية. فنعمل دبليكيت هنا كنترول دي ونسميها جرين، لون أخضر. ونخلي الماتيريال دي لونها أخضر. ماشي عسل كده. هنحط بقى الجرين على السي، فكده بقى عندي النقطة سي. ماشي بين A و B. جميل. عايزين نعمل عايزين نحرك النقطة C بين A و B، آم، من خلال فاكتور يعني. تمام. يعني مثلا لو فرضنا ان احنا عند النقطة A، هنتخيل مثلا معايا variable اسمه T. ماشي. التي ده بصفر، و فلو التي بصفر يبقى النقطة C عند النقطة A، ولو التي بواحد فالنقطة C عند النقطة B. فاهم؟ يعني لو اعتبرنا إن دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية، فمن صفر لواحد هتشوف دلوقتي كل حاجة. فنيجي هنا ونقول سي شارب سكريبت ونسميه كيرف ريندرر. ماشي. طيب كويس. هنيجي هنا ونقول هيدر بوينتس. ماشي. بابليك ترانسفورم النقطة A، وترانسفورم النقطة B، وترانسفورم النقطة C. أنا مش عايز أسميها C، أنا عايز أسميها AB. ماشي. AB لأنها هتتحرك من A ل B، فيبقى AB. يلا يا عم. هنيجي هنا نعمل هنعمل إن هو برضو public float T. تمام. ولكن أنا عايز أقول التي هنا أهو، أقول range من كام بقى؟ من صفر لواحد، آخرها من صفر لواحد. ماشي. هنعمل سيف ونيجي نبص هنا بصة كده. انا بحب محرك يونيتي انجن جدا يا جماعه، جدا. ده احسن محرك اتعمل في الحياه. طبعا عندنا النقطه هناخدها كده B هناخدها B، و AB هناخدها هنا كده دراج ودروب. طبعا عندنا T من صفر لواحد، طبعا هي كابيتال مش هتفرق. طيب جميل جدا. That's what I need. اوكي.
هنيجي هنا في الابديت ونقول ايه بقى، ونقول والله انا عايز اقول ايه، عايز اقول ان النقطه AB دوت بوزيشن، البوزيشن بتاع AB هيساوي فيكتور 3 دوت ليرب. فاحنا هنعمل لينير انتربوليشن ما بين النقطه A دوت بوزيشن والنقطه B دوت بوزيشن عند التي. ماشي. التي دي تقدر تقول ايه، البرسنتج بتاع البدايه للنهايه. يعني ايه؟ يعني لو النقطه A مثلا عند صفر والنقطه B عند 100، فلو جيت قلت لك نص المسافة بينهم يبقى 50، يبقى حط لي النقطة اي بي عند 50 مثلا. طبعا نص المسافة اللي هي 0.5 هنا اللي هي التي. ماشي. لأنها من صفر لواحد. فهيبقى عندنا السلايدر نقدر نتحكم فيه. هنعمل سيف. هنيجي هنا نشغل الجيم بتاعتنا. اوكي. لو انت جيت هنا يا بطل هتقول لي هي فين النقطة اي بي؟ النقطة اي بي عند ايه هنا؟ لو انت جيت حركت السلايدر من صفر لواحد هتلاقي النقطة اي بي بتتحرك من بداية للنهاية. حتى بقى لو انت غيرت البي، دي الميزة بقى، ده الدلع كله. لو انت جيت غيرت البي هنا كده برضه هتلاقي نفس الكلام بيشتغل. اللي هو ايه، هيتحرك من صفر، من نقطة البداية لنقطة النهاية، ايا كانت نقطة البداية فين وايا كانت نقطة النهاية فين. عسل. ماشي. ده كلام حلو. تعالى كده نضيف النقطة رقم سي. ماشي، ادي النقطة سي اهي. حلو. تعالى نضيف بقى بي سي، يعني نقطة بتتحرك بدايتها بي ونهايتها سي. فهنقول هنا اهو بي سي. ماشي. تعالى هنا بقى نقول النقطة سي والنقطة بي سي. اوكي. هنيجي هنا نقول ان بي سي هيساوي من النقطة بي اللي هي البداية للنقطة سي اللي هي النهاية، والتي برضو تتحكم فيه. عاش. طيب بي سي اهي اللي هي دي كده. ماشي. هنيجي هنا ونقول هات النقطة سي، دراج ودروب هنا يا باشا، وهات النقطة بي سي، دراج ودروب هنا يا ريس. ماشي. شغل بقى كده يا ريس. طيب اوكي. التي بصفر. لو انا مشيت التي كده، اوه، الاتنين بيمشوا، كل نقطة فيهم بتمشي من البداية للنهاية. يعني النقطة A B بتمشي من A ل B، والنقطة B C بتمشي من B ل C. ماشي. هتقول لي فين بقى الكيرف في الموضوع؟ انا دلوقتي عايز حاجة تانية خالص. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز نقطة تمشي من A ل C في شكل كيرف. وده البروبلم بتاعتنا بقى. يعني انا عندي هنا اهو، دي النقطة A ودي النقطة B. لا شيل الكلام ده بس الاول كده. دي النقطة A اهي، ودي انا تعب نفسي ليه؟ ها انا غلطان. سكرين شوت. تعالي هنا كده. انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز احرك نقطة من هنا لهنا كده، من هنا كده اهو، تك 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 تك، تمشي على شكل كيرف. نعملها ازاي؟ انا بقى يعني هخلي خيالك دلوقتي ايه اشتغل معايا. عايز ارسم لاين، فهاجي هنا اهو اقول اون درو جيزموز، واقول هنا اهو بقى ايه، عايز ارسم خط. جيزموز. هقول ايه بقى، درو لاين، درو جيزمو دوت لاين، او جيزمو دوت لاين، جيزموز دوت كلر مثلا جرين. ماشي مش تفرق يا سيدي، خليه ايا كان، خليه ريد عادي مش قصة. بس جيزموز دوت درو لاين، درو لاين. ماشي. عايزين نرسم خط بقى منين؟ عايزين نرسم خط من A ل B. ماشي. فهو ال AI جابها لنا، كتر خيره. طيب ولاين تاني برضو لونه احمر من B لل C. طيب اوكي. هنيجي هنا في المشهد بتاعنا، الجيم بتاعتنا اللعبة دي كده، هنقول ايه، الجيزموز بتاعتي اضغط عليها كده فهتظهر تمام، او تضغط هنا وتقول ايه انا عايز الجيزموز تظهر عندي. لا بلاش تضغط هنا وتقول، اضغط هنا بس. تمام. انا غلطان. يبقى احنا رسمنا خط اهو ما بين النقطة A و B و B و C. تمام. عسل. يبقى احنا طبعا الجيزموز فيه هنا الإضاءة، انا مش عايز الإضاءة فامسحها. طيب. كويس أوي.
زي ما انت شايف كده، لو جينا بصينا هنا على النقطة دي حركناها فهتتحرك اهي، والنقطة دي كده حركناها اللي هي سي هتتحرك اهي، والنقطة ايه هتتحرك اهي. طيب كويس كويس قوي. طب احنا عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين بقى نرسم خط لونه اخضر من النقطة AB والنقطة BC، بين النقطتين الجداد يعني. فهنيجي هنا ونقول الكالر بتاع الجزموز جرين، جرين، ونقول جزموز دوت درو لاين. اللي مش عارف يعني ايه جزموز في يونيتي انجن، الجزموز الا وهي شوية ديباجنج فانكشناليتيز في الجرافيك يعني، عشان تقدر تشوف حاجة على الشاشة كده ايه في الانجاز كده، فاهم؟ اوكي، يبقى احنا رسمنا خط بين النقطة AB والنقطة BC. تعالى كده يا باشا نشغل كده نشوف. هات لي يا باشا المين كاميرا، شيل لي يا باشا الكلام ده، انزل لتحت كده. اه لو انا مشيت النقطة A و B، يا عم قلنا امسح اللايت يعني، امسح اللايت، احنا هنغنيها امسح اللايت. طيب اوكي جميل، تعالى هنا بقى نمشي التي بتاعتنا من صفر لواحد. اوه نايس، واو حلو قوي. لو جيت تبص ان الكاميرا ما بترسمش الجيزموس، لان الجيزموس مش موجودة في اللعبة بتاعتك، ده هي بس ديباجنج لاينز بس. طيب ما تيجي بقى نعمل ايه؟ ما تيجي نجيب النقطة اللي في النص ما بين AB و BC، اللي هي هنا دي، ماشي على الخط هنا في نص الخط ده. اوكي ماشي، خلينا بقى نسميها نسميها ايه مثلا؟ سنتر بوينت مثلا يعني، سنتر بوينت. السنتر بوينت ديت هنخلي لونها بقى مميز بقى يعني، هنا مثلا هنخلي لونها ازرق، بلو، لون ازرق. تخيل بقى احنا لو هنعمل الكلام ده على الجيم انجن عندي نهارنا اسود. ماشي بلو، هناخده كده نحطه هنا. اوكي حلو، اهي. اللي راحت فين؟ اهي. كويس قوي، بس هي لونها مش لطيف قوي يعني. خلينا ناخد مثلا حاجة مثلا كده، عايزين لون يكون فاقع شوية. ماشي حلو اهو، عموما يعني مش قصة، بس هو مضلم شوية. مم. ما علينا، المهم ممكن نكبره شوية، بس انا حاسس انها صغيرة. ماشي اهي، كويس اوي. انا عايز النقطة بي ديت اللي هي سوري السنتر بوينت دي تمشي كده في شكل كيرف. اه اوكي، نعملها ازاي بقى؟ هنيجي هنا اهو نقول انا عايز بقى انتربوليت بتوين، فين النقطة؟ تيجي هنا تقول السنتر بوينت، سنتر بوينت. السنتر بوينت دوت بوزيشن هتساوي من الاي بي كبداية، والبي سي كنهاية، والتي كفاليو، كانتربوليشن فاكتور يعني. تعال على المين كاميرا، هات يا باشا السنتر بوينت حطها هنا كده. شغل بقى يا باشا وعايزك تنبهر. بص بقى الكيرف اصلا بيشتغل ازاي في الكمبيوتر جرافيكس. اوه، فهمت بقى ان النقطة دي بتمشي على شكل كيرف. لو احنا جينا شلنا الجيزموز خالص، هتفهم دلوقتي انها بتمشي في كيرف. انا شلت الجيزموز اهو، حلو. بص كده، تمشي على شكل كيرف ولا لا؟ اوه نايس. هي ايه بقى الكيرف عباره عن ايه؟ هي النقطه دي دايما في نص المسافه بين هنا لهنا، او مش في نص المسافه، هي بتحاول تمشي من هنا لهنا، بس في نفس الوقت وهي بتحاول تمشي من الاي بي للبي سي، الاي بتمشي برضو والبي سي بتمشي برضو، فاهم انت؟ فهنا بقى الايه فكره الكيرف بقى. شفت الجيم ماس حلوه ازاي؟ ده سؤال ممكن تتسأله مثلا في اي شركه من شركات الجيم ديفلوبمنت. ماشي اوكي جميل. طيب عايزين بقى ايه؟ عايزين بقى نيجي على الاي بي والبي سي نخفيهم، مش عايزين نظهرهم، فهنيجي هنا على المش ريندرر ونخفيهم كده كويس جدا. ونيجي هنا نمشي التي ديت، نقول التي اجمع عليها التايم دوت دلتا تايم، كل فريم اعمل لها موديلس للواحد. فلما تعمل موديلس للواحد يبقى كده هتبقى من صفر لواحد يعني، يعني مثلا لما تيجي تزيد عن الواحد
هترجع تاني ايه للصفر. ماشي، فهتفضل من صفر لواحد كل فريم اهي. لا، وصلت واحد ووقفت. وصلت واحد ووقفت. اه، سهلة سهلة، بلاش مودولس خالص. لا، ممكن نقول تي بيساوي التي زائد التايم بالدلتا تايم، كل ده موديلس واحد. عموما لو اتبضنت يعني عادي، قول اف لو كانت تي اكبر من واحد خليها بصفر، سهلة يعني، هي بالظبط. ما تبقاش ايه، ما ت... لا تضايق واسع زي ما بيقول. اوبا، شايف عمال يتنطط ازاي؟ جميل جدا. طيب لو احنا جينا على النقطة ايه، وجينا هنا اهو، طلعناها هنا كده، فهتلاقي النقطة بي، النقطة السنتر بوينت عمالة تتنطط من A ل B. ماشي، من A ل C قصدي. طيب اوكي، افرض انا عايز الكيرف يمشي العكس، همسك النقطة دي اللي هي بيسموها كنترول بوينت، هنزلها لتحت كده، فهيبدأ الكيرف يبقى العكس. اوكي، لو اعتبرنا بقى ان الجراس بتاعنا او العشبة بتاعتنا هي السنتر بوينت، فنقدر العشبة بتاعتنا وهي واقفة كده، تمام، نقدر نميلها كده شوية مع الهوا، كأن الهوا جاي كده بيطير العشبة ناحية اليمين. ماشي، فدي نقطة البداية ونقطة النهاية، وممكن الكنترول بوينت تكون هنا مثلا. تمام، اللي هي مثلا دي النقطة A، ودي النقطة C، ودي النقطة B اللي هي الكنترول بوينت بتاعتنا. اللي احنا عملناه ده اسمه بيزير كيرف. ماشي، طبعا ممكن انت تيجي هنا تغير الكيرف بتاعك يعني عادي. طب اوكي، انا عايز ارسم الكيرف ده، انا مش راضي بالكلام ده، عايز ارسمه. هعمل array private، array list يعني، من الترانسفورم، وهسميها transforms مثلا، او curve points. curve points هيساوي نيو ليست من الترانسفورم. ماشي، هاجي هنا اقول مثلا خلي اللون لون ازرق، بلو، واجي هنا اقول ايه بقى، عايزك تفور لوب على الاري اللي هي بتاعه الكيرف بوينتس. ماشي، وتعمل ايه، تعمل ايه بقى، ترسم لي خط او تضيف بوينت، آه لا ناقص واحد. ماشي، وترسم لي خط ما بين البوينت اللي هي الكيرف بوينت، كيرف بوينتس عند الاي، البوينت دي والبوينت اللي بعدها دوت بوزيشن، وعند الكيرف بوينتس اي بلس 1. يبقى انا كده مش هوصل اخر الاري لانها اللي قبل الاخير مع الاخير. ماشي، دوت بوزيشن برضه. طيب، يبقى انا كده ايه، ده كده انا الرسم برسم. ماشي، تعالى بقى نضيف هنا، هنيجي هنا كل فريم ونقول والله السنتر بوينت دوت بوزيشن، هنيجي هنا ونقول بقى ايه، الكيرف بوينتس، ضيف لكل فريم اد السنتر بوينت، السنتر بوينت دوت بوزيشن. اه اه امم يبقى ده ترانسفورم بقى. ماشي، حلو قوي، حلو قوي كده. طب عايزين بقى في بداية الفريم آه نقول ايه، اف لو كانت تي اكبر من واحد، اكبر من او يساوي واحد، ده معناه ان هو وصل اخر النقطة، فخلي الكيرف بوينتس بكام بقى، بيساوي دوت كلير، امسح لي الاري ديت. else لو ما كانش كده ضيف لي بقى الايه العناصر في الاري ديت. ماشي، اتمنى تكون واصلة. شغل كده يا باشا، هيرسم خط المفروض. ايه يا جدع، عيب عليك. طب هي التي بكام، التي بكام؟ اه، التي عمرها ما بتوصل بواحد.
طب ده معناه ايه؟ المفروض يضيف هنا حاجة صح؟ طيب اوكي، ايه الحل طيب؟ امم تعالى نعمل ديبج. انا ما كنتش عايز اعمل ديبج الصراحة، يعني الموضوع ممل اوي. ماشي. اه اوكي، ضاف بوينت اهي. واحد. ماشي. اللي بعده. بدأت تتحرك اهي. حلو. جميل. طب هل هيوصل هنا؟ هيكلير يعني؟ مش بيكلير ابدا. اوكي. مش مشكلة يكلير، بس يعني يرسم حاجة يعني. طب وقف هنا كده تاني. السنتر بوينت فيها كام نقطة؟ 2852. امم ليه هي الجزمو مش شغالة ليه؟ يمكن الجزمو اللي مش شغالة، استنى كده. جزموز. احنا بنرسم خط ما بين الكيرف بوينتس بوزيشن والكيرف بوينتس اي عند البوزيشن. طب هل ده بيشتغل؟ اعمل كده هنا كده. شغل تاني. اه اشتغل فعلا. واو. جميل. ادي ترانسفورم. اه اوكي اوكي. انا فهمت. الترانسفورم ده ريفرنس يا جماعه في سكريبتنج انجن. ده عيب يونيتي بقى. خلاص يا جماعه. ده ريفرنس المفروض نخليه فيكتور 3. ونخلي دي كده مثلا 0 بوينت او 0.95 مثلا. ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنيجي هنا ونقول دي فيكتور 3 مش ترانسفورم، لان الترانسفورم بيتغير مع الوقت فالخط بيمشي مع البتاع. انا قلت من شان انا بحب يونيتي انجن اسحب كلام. طبعا مش محتاجين بوزيشن خالص. اوكي. ماشي. شغل بقى يا باشا. المفروض يرسم خط. واو. نايس وان. حلو. انا موافق. ده جميل جدا. هات كده الكنترول بوينت بتاعتنا نزلها لتحت كده. ماشي. الخط بدأ يعك شوية. اوكي ماشي. نايس وان. ممكن ننزل الكاميرا تحت كده شوية. ايوه. هات لي بقى الكنترول بوينت اللي هي رقم بي. نزلها فين هنا كده. كده بقى شوف الكيرف بيتعدل على اساس البوينت دي. اوكي ماشي. يبقى البوينت دي لو انا حركتها يمين وشمال بس، او فوق وتحت. مم. بيغير شكل الكيرف خالص. هنا يخلي الكيرف البيك بتاعته هنا ويروح كده. هنا بقى يخلي الكيرف البيك بتاعته هنا ويجي كده. في النص يبقى تمام يعني. عايزين نقول ايه بقى؟ اعتبر ان دي العشبة بتاعتنا كده بالمنظر ده. ماشي. عايزين العشبة دي تتحرك مع الهواء، يعني الهواء لما يجي تبدأ تطلع وتنزل كده ترفرف يعني. فاحنا ممكن نقول ان نعتبر ان النقطة سي اللي هي نقطة النهاية ترفرف بقى، فاهم انت؟ اللي هي كده. لا كده هترفرف كده. مش غريبة قوي يعني. ماشي ما علينا. قشطة. تمام كده. دي كده اسمها البيزر كيرفز. المفروض ان احنا نبدأ نعمل شيدر ياخد كل الفيرتيسز بتاعة ال 3 دي موديل بتاعي.
اللي هي دي كده اللي عاملة المثلثات، ويعدي على كل واحد فيرتكس يشوف التي بتاعته بكام، اللي هو طبعا من تحت لفوق التي من صفر لواحد، ويبدأ ان هو ايه يعمل لي الكيرف بتاع العشبة بالمنظر ده. ماشي. الكلام ده مين اللي عملته؟ الشركة المطورة لجوست اوف توشيما، اللي هي اسمها ايه بقى، اسمها ايه، ساكر بانش. ماشي. هي اللي عملت الالجوريزم الغريب ده. طبعا البيزر كيرفز مشهورة جدا من زمان يعني، مش هما اللي اخترعوها يعني، بس هما استخدموها في الجراس ريندرنج في اللعبة بتاعتهم. يلا اشوفكم فيديو تاني. يلا سلام.